مين فينا كتبش أهدافه أو أي حاجة نفسه يحققها وفعلا بنبدأ بس ما بنكملش؟ وأنا فعلا واحد منكم. أهداف السنة اللي فاتت هي أهداف السنة دي، بس اشتغلت غيرت التاريخ من 2025 ل 2026. تعال أقول لك ليه بقى. بكل بساطة أنا شايف إن إحنا قبل ما نبدأ يجب علينا إن إحنا نروض نفسنا للحاجة دي، مش نبدأ وخلاص. لأن طبيعي أنت يومك عشوائي، يومك مش منظم، يومك كنت بتقعد فيه على التليفون أكتر من 10 ساعات أو أقل، مش هتفرق، المهم إن يومك كان عشوائي مش منظم. فأما بتبدأ تحط هدف أنت عايز توصل له، فبتعمل خطة للهدف ده، فطبيعي نفسك مش متعودة على حاجة زي كده، فما بتحبش حاجة زي كده، وأنت أجبرتها إن هي هتعيش في بيئة مش بيئتها، فاهم؟ ونفسك مش حابة التغيير اللي أنت عملته مرة واحدة، وربنا قالها لنا إن النفس الأمارة بالسوء، فطبيعي مش هتحب أي حاجة حلوة أنت بتعملها. هديك مثال: الحصان البري لما بيصطادوه ما بيعرفوش يسيطروا عليه، ما بيعرفوش يتحكموا فيه، لأنهم جايبينه من بيئة وعايزين يحطوه في بيئة تانية، فهو مش متعود على البيئة دي، فطبيعي بيبدأوا يسيطروا عليه إزاي بقى؟ مثلا أكل شرب، يقربوا منه شوية لحد ما يتعود عليهم ويسيطروا عليه. أنت عامل نفسك كده بالظبط. ابدأ قلل مثلا قعدك على التليفون، نظم يومك، ما تملاش يومك مهام كتيرة، هم 4 5 بالكتير كده، بعد كده بقى زود براحتك بقى لحد ما تعود نفسك، لحد ما تعرف تسيطر على نفسك. لأن صدقني طول ما أنت نفسك هي اللي مسيطرة عليك مش هتعرف تعمل أي حاجة في حياتك. وأتمنى ما أكونش طولت عليكم. وأصلا الفيديو ده ممكن يكون بسيط صغير كده. المفروض أنا كنت عايز أقوله في نص الفلوج الجاي، يعني أنا كنت ناوي النهارده أعمل فلوج بسيط كده، كنت أقول الجزئية ديت في نص الفلوج، بس يعني قلت إيه أخلي النصيحة ديت في فيديو لوحدها، والمرة الجاية إن شاء الله هعمل لكم فلوج. ولو حابين نعمل فيديوهات study with me قولوا لنا برضو في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.